بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فيديو جديد إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسعادة. فيديو اليوم هكا شوية نشاط وحيوية، بجينا الاستعدادات رمضان الكريم إن شاء الله. شوية شوية الحق مانيش عاملة ياسر مجهود، خاطر عنا برشا ضغط الأسبوع هذايا، امتحانات وحفلة اللباس التقليدي. فغاصة فيهم هما أكثر حاجة المراجعة للامتحانات، وأسبوع الكل عديناه نلوجوا على حوايج اللباس التقليدي للبنات. معناها ما عملتش برشا فيديوهات وما عملتش برشا روتين في الدار هكا. هاو كل وقت ووقته سيتو باش توفى الامتحانات اخر الاسبوع ان شاء الله، وتوفى الحوسه نتاع اللباس التقليدي، ونرجعوا للروتينات ونرجعوا لتحضيرات رمضان وواحد منا ومنا كي يحضر، مرة يشري مرة يخرج يمشي يشري حاجات ناقصينه، وفي نفس الوقت ينظف الدويرة حاجة حاجة. اليوم هنا نهير مشمس الحمد لله. بديت بالشباك خاطر الشباك هذايا على الشارع، ونهارين تعداو عجيج برشا برشا ريح وبرشا عجيج تمسخ بالكدا، تلملي برشا تراب. فقلت خليني ننظفه نرتاح منه على الأقل، باش بعد نبدأ بشوية بشوية نعمل الحاجات الأخرين. نغيب عليكم راهو كان يبدا عندي معناها ضغط كبير، ما نجمش نعمل فيديوهات، والمونتاج ياخذ وقت زيادة، وحتى باش نعمل حاجة زيادة هكا ما نحبش زيادة التكرار باش نعاود لكم نفس الحكاية. ما الحق زيادة ما نحبش التكرار تقلق وكيكا، وانا بيجي ما نحبش نقلق باش نعدي نفس الفيديوهات. هنا سيل عليا ما هم ضيف ماهوش مسخ برشا، قلت لكم غير الغبرة والريح برشا ولا تراب، لميته بالشايح من الاول، ومن بعد بكاس الماء هذاك بديت شوية جر وبديت ننظف فيه. الحق في العادة ديما انا نحي هذايا البلار، نحيه جملة واحدة وننظفه، ما مش نعمله خليه خاطر ما يتنظافش على المرتين. هنا صايي كملت وشاح وبديت نرجع في الريدو. بيت الصالة صايي لميتها. هنا هذه صباح. انتهزت الفرصة انه مريومة مازالت راقدة وطقس مزيان وباهي وما عاش فما ريح، وليت قلت خليني ننظف ونرتاح ونبدا على بكري الروتين باش تتفيق مريومة. ما معناها ما نقعدش نعمل في حاجة أخرى، جست بركة نركب الفطور ويقعد لي حاجة خفيفة، خاطر هي أكثر حاجة هي اللي تعطني ومتخلينيش ما تخلينيش نقضي. وكما توقعت واللي توقعته صار، أول ما فاقت عملت لي عملة. فنخليكم تتفرجوا معايا وتحكموا وحدكم في العمل اللي تعمل لي فيهم. شنو هذا؟ شنو هذا؟ شنو هذا؟ انت عملت فرحانه بروحك؟ شنو هذا؟ شنو هذا؟ شنو تعمل في بماذا هكا؟ وحدك هكا؟ علي البماذا فيت علي هكا. شو نعمل انت معاك؟ شو نعمل؟ اغزر هكا. هكا نكمل. خليك تكمل زيادة بالله. كم السيق الاخرى، كم السيق الاخرى. ريتو شقاو لكم في اللي عملته فيا، وهذيك نهارتها انا صايمه معناها وسعت بالي معناها ما عندي حتى شيء باش نعملها، باش نعمل لها هيك. هاو ربي يهديها هذيك ديما، وراني نخبي حاجات، راني شيء تغفني وتجبد، وقد ما ساعات نسكر راني بتنو باش ما تمسليش حتى شيء، لكن الله غالب تغفني وتجبد حاجه. ديك البوماضه حسيلو الكريم كلها جبدتها، وكما معناها تشوف فيا مثلا نعم في ساقية ولا في يديا كهو، حتى هي تعملش بيا يا بيا ما تعملش هي زيادة ما يجيش، لازم حتى هي تعمل كريم وترطب بشرتها ما يجيش. لهنا نشق في فطري، عملت قهوة وعندي شوية هكا مرسوم تاع خبز ذراع. بما أنه شعبان رسول صلى الله عليه وسلم كان أكثر أيام في شعبان يكون صايم، فنكثر هكا نكثر من الصيام في رمضان، حاجة وحويجة سنة، وفي نفس الوقت خاطر باش نحضر زيادة معدتي للشهر الصيام من رمضان باش ما نتقلقش، لأني عندي شوية قلق في المعدة. أو كان حضر روحي نعمل يا صيام متقطع ولا نصيم جملة واحدة، نولي كي كنصيم ومعدتي تستانس باش من بعد ما نلقاش حتى إشكالية في رمضان.
كما قلت لكم قاعدين نعملوا في استعدادات الحفلة متاع اللباس التقليدي في 16 مارس، هو اليوم الوطني لللباس التقليدي في تونس. هذه ولات عادة ديما عنا في كل شهر مارس. الروضات المدارس يعملوا حفلة نعرفوا بها باللباس التقليدي متاعنا ونذكروا هكا التراث متاعنا. لبسنا التقليدي ياسر مزيان محلاه، خاصة النساء. الرجال عندهم حاجات خفيفة، أما النساء ما شاء الله مبدعات في حكاية، وكل يبدع عقيق وعدس وكونتين كما شفتوه. هذه الكبوس من الفوق، وذيك الفرملة والسروال الغار. كل بلاد وكل ولاية في تونس عندها الطابع متاعها وعندها اللباس متاعها. اللباس التقليدي متاعنا أغلبيته يكون مخدوم باليد، معناها كله صنعة يدين، مش صنعة يعني ماكينة ولا حاجة. أغلبيته يكون مصنوع باليد، مخيط مطروز. كل الحاجات الكل اللي نعرفوها كل مزيانة، من المريول للسروال للفرملة للكبوس للشاشية، كلهم حاجات مسنين. هذوما قاعدين نقيسوا، هذيا مرومي قصت لها الكسوة وتعاركوا عليها، حبوا يلبسوها الزوز. الخضرة ما جاتش قد مسارة، ما جاتهاش قدها من فوق. الفرملة جات واسعة عليها بما أنها ضعيفة. وللا مريم غضبانة قالت لك حتى أنا لازم نلبس، وليت جبت لها فرملة من الحاجات اللي عندي في الدار ولبستهم لها. هذايا رجعنا للقراية مرة أخرى للمراجعة، كان نروحوا شوية هكا وشوية هكا باش هما ما يفدوش وأنا زيدا ما نتعبش وما نستريسيش. وكما قلت لكم أغلبية الأيام صايمة فيهم، أو كنحاول في النهار ما نتعبش روحي في الروتين، وفي الليل نقعد نراجع لهم. نتصور الأمهات التوانسة الكل حالهم كي حالي. ان شاء الله الفيديوهات الجايه ان شاء الله باش تكون بها برشا تحضيرات لرمضان. ارتحنا من كل شيء. هذه يوم الجمعه، هذه حفله المدرسه. هذه صي لبست مسراره اللبسه نتاعها وحضرت لها ومكيشت لها وحضرت لها حاجه تقليديه زاده ماكله تهزها معاها. قلت لكم هو شهر التراث، باش تفكروا تراث بلادهم من لبسه من الماكله من كل شيء. حضرت لها هكا حاجه خفيفه، عملت لها بسيسه الحق مع الستريس متاع المراجعه، وكل ما خلطتش تحب هي على الملاوي باش نعمل لها ملاوي، ما نجمش الوقت باش يكفينيش. وليت عملت لها البسيسه الزمنه متاعنا الصحيه. زينت لها هكا بشويه تمر وشويه حلوى وشويه فاكهه، وبتبيع أكيد بزيت الزيتونة. جيت بنينة تهبل صحة وبشفاء ليهم، وحطيتها لها زيادة في معونة فخارة وكزيادة زمني وتقليدي، ومشيت هزيته معاها للحفلة. الحمد لله توا سيم زيت. كان نهار السبت إن شاء الله حفلة مرام في الروضة، ونكمل على خير ونبدأ في تحضيرات شهر رمضان، وتنصور لكم كل شيء. لهنا يوفى الفيديو متاعنا ان شاء الله. نتقابلوا في خير، وما تنسيوش الجيم المزينه متاعكم. واذا اول مره تشوفوا الفيديو تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد، وخليكم على خير وبسلامه.